قبل ما ابدا الفيديو حابب اقول لك 195 الف شكر لكل واحد فيكم، وان شاء الله في اقرب وقت نبقى 200 الف. علشان كده حبيت افرحك، وبناء على طلب الجماهير نزلت بحرب موري واكازاوا المثير. وطبعا قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتركز معايا علشان هتستمتع جدا بالحكايه. ولو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت فهسيبها لك في اول كومنت. في الجزء اللي فات شفنا ظهور فيودو وهدفه الاسمى في التخلص من جميع مستعمل القدرات في العالم، وكمان شفنا هجومه على الزعيمين واصابتهم بلعنه خطيره مش هتتفك الا بموت واحد فيهم. بعد كده شفنا انقلاب المافيا ضد المنظمه ومحاوله كلا الطرفين لانقاذ رئيسهم، وفي النهايه شفنا خروج اكازاوا وموري عن السيطره وقرارهم لمواجهه بعض وحسم الامور ما بينهم. فيا ترى من سينتصر؟ وهل هيستمر فيودو في خططه اللعينه ديت؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد ما وقف الزعيمين علشان يهجموا على بعض، كل منهم سرح في الذكريات الى ما قبل 12 سنه. كانوا هما الاثنين تابعين لمنظمه واحده وهدفهم حمايه المدينه. رئيس المنظمتين رجل يدعى باريستون، الى جانب ان محدش عارف شكله ومحدش عارف قدرته هي ايه. وكان موري واكازاوا اقوى اعضائه واللي بيكلفهم باصعب المهمات. تفوت الايام وكل مره اصحابنا بينفذوا مهمه اكبر من اللي قبلها، وطالما هما الاثنين مع بعض فمحدش هيقدر عليهم. وتعدي الايام وتفوت السنين، ويجي اليوم اللي باريستون زهق فيه من الحكم وخلاص هيتقاعد. علشان كده عامل حاجه مجنونه جدا، وبعد ما اتغلب على مافيا الميناء عين موري زعيم ليها بهدف حمايه المدينه خلال الليل من اي خطر يواجهها. اما المنظمه فهتفضل زي ما هي بقياده اكازاوا، وهدفها هو حمايه المدينه خلال النهار، بمعنى انهم الاثنين بيكملوا بعض وليهم هدف واحد بس وهو حمايه المدينه. نرجع لهم تاني بقى وبنلاقيهم بيهجموا على بعض بكل غباء. موري بيحاول يصيب اكازاوا بالابر ولكن اكازاوا بيصدها بكل سهوله، ضرب يمين شمال ولكن قوتهم متساويه ومحدش فيهم قادر يصيب التاني. موري بيحاول يغفل اكازاوا ويهجم عليه بالدميه اللي معاه، ولكن في غمضه عين اكازاوا بيقطعها من كل اتجاه وبيخلص عليها نهائي. خلاص قدره موري هتختفي وبيقعد على الارض زعلان عليها، عارف ان هو من غير قدرته مش هيعرف يعمل حاجه مع اكازاوا. بيقول له كنت عارف ان ده هيحصل من البدايه يا صاحبي، بعد ما كنا ايد واحده بنقطع الايد اللي تترفع في وشنا بقينا ألد اعداء وعاوزين نقتل بعض دلوقتي. بيحاول يستعطف اكازاوا بالكلام وبيقول له لو انت مت فالمنظمه هتسكت ومش هيحصل حاجه، اما بقى لو انا اللي مت فالمافيا هتبوظ المدينه ومش هتسيب حد فيكم نهائي، علشان كده انت لازم تموت دلوقتي. وهوبا ضربه غداره بسكينه رشقها في رقبته. كم انت ماكر يا موري والله. قعد يستعطفه كل دوت علشان يقتله. الزعيم وقتها بيودع وخلاص شكله في لحظاته الاخيره. في نفس تلك الاثناء كان ايتشي قاعد مع تاكيدا زعلانين على مقتل صاحبهم انجو، ولكن تاكيدا بيقول على فكره انا شاكك ان في حاجه غريبه. انجو طول حياته بيستخدم فتون واحد وما بيغيروش مهما حصل، ولكن لو لاحظت اننا لما دخلنا الاوضه الفتون اللي بيستخدمه في كل عمليات الاختراق بتاعته ما كانش موجود، وده معناه اكيد حد نقزه وبلغه باللي هيحصل. بالفعل كان في قط ماشي بيراقب كل اللي بيحصل من فتره، وبيعدي على دازاي وبيسيب قدامه كارت ميموري وبيمشي. ومش بس كده لا، في نفس الوقت اللي كان اكازاوا واقع على الارض وموري بيجهز هجمته وكان خلاص هيقتله، بيتفاجئ بنفس القط ده واقف وبيبص له. موري بياخد باله منه وهوبا بيطلع منه نور من كل مكان وبيفجر البيت بيهم. الله، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفي وسط الحطام اللي سببه بنتفاجئ بالقط بيتحول لراجل قدامه. موري واكازاوا مصدومين، ده هو الزعيم باريستون بنفسه بقدرته الحقيقيه، كان مراقبهم من فتره كبيره، ولما شاف الوضع مأساوي قرر يتدخل بنفسه ويساعدهم. والمفاجاه الاكبر من ده كله ان هو كمان اللي انقذ انجو وهو معاه دلوقتي. كم انت عظيم يا باريستون والله. بيقول لهم مش عيب عليكم اللي بتعملوه دوت ولا ايه؟ انا عينتكم لحمايه المدينه مش تقتلوا بعض وتسيبوا العدو ينفذ اللي في دماغه. كان الاشرف ليك انت وهو تموتوا سوا بدل شغل النداله بتاعكوا دوت، ولكن خلاص انا عندي الحل وزمانه بيتنفذ دلوقتي. بالفعل الممر اللي كان سابه لدازاي كان فيه معلومات الشخص الحي اللي بيتحكم بالفيروس، وعلى طول جاب تاكيدا يوصله المكان ومعاه اقوى تلامذته ايتوشي واوكتاجو. اوبا ازاي دول هيتعاونوا مع بعض من الاساس؟ اوكتاجو بيوافق يساعده علشان ينقذ موري ويثبت لدازاي ان هو اقوى شخص دربه. وفعلا بعدها بيوصلوا عند المكان اللي موجودين فيه وبيوصلوا عند النفق دوت. دازاي بيقول لهم انتوا لازم تدخلوا من غير ما حد يحس بيكم، العيال دول عندهم اجهزه بتحس بضربات القلب، واقل حركه منكم هيبعت اشاره لصانع الفيروس وهيهرب، علشان كده انتوا لازم تتسللوا من غير ما حد يحس بوجودكم. اوكتاجو بيقول له تمام، وبكل عصبيه بيطير فوق النفق وبيكسر الارض من تحت وبينزل منها. اما بقى يوتشي فبيفعل سرعه النمر بتاعته، بيحصل اوكتاجو وبيدخل النفق اسرع من الضوء من غير ما حد يحس بوجوده. بيكملوا ماشي سوا علشان يوصلوا للمجرم، ويتوشي بيقول له ايه هي الخطه الجايه وهنروح فين دلوقتي؟ ولكن فجاه وهم ماشيين بيسمعوا صوت حراس جايين من وراهم وخلاص شكلهم هيتقفشوا. ايتوشي بيقول له تعالى نهرب بسرعه، ولكن اوكتاجو بيروح ناحيتهم، وقبل ما العيال يشوفوهم بيثبتهم في الارض قبل ما يعملوا اي حاجه. الجهاز بيبعت اشاره بتغير نبضات قلبهم وبيكلموهم في التليفون دوت. اوكتاجو بيقول لهم يلا ردوا عليهم والا قسما عظما هخلي اشلاءكم في كل حته. العيال بيردوا على التليفون وبيقولوا لهم ما تقلقوش علينا مفيش حاجه حصلت، في تعبان ظهر لنا ولكن هربنا منه. بيقولوا لهم تمام وبيقفلوا معاهم. اما بقى اوكتاجو بيسالهم
على مكان المجرم، والعيال من كتر الخوف على طول بيقولوا له بص يا عم هتمشي شمال في شمين هتلاقي بوابه حديد هو اكيد وراها. اوكتاجو بيسمع كلامهم وفعلا على طول بيروح لهناك، ولكن للاسف اول ما بيوصل بيلاقي في قفل الكتروني عليها ومش هيعرفوا يدخلوا. بيكلموا انجو علشان يتصرف ويفتح الباب، وفعلا بيقول لهم دقايق وهفتحه لكم. ولكن اثناء ما هم مستنيين فجاه بدون اي مقدمات واحد بيظهر من وراهم وبيضرب عليهم نار وبيصيب اوكتاجو في وشه. ايوه هو ده المجرم صاحب قدره الفيروس. ايتوشي اتصدم على طول بيلحقوا قبل ما يهرب، ولكن الواد كان حافظ المكان اكتر من اسمه. بيركب العربيه دي وبيجري منهم واللي حصلني يكسرني. اوكتاجو هو كمان بيجيب عربيه علشان يلحقوه، ولكن هوبا قدره الفيروس بتتفعل عليه هو كمان. خلاص كلها ساعات قليله ولو ما وقفوش الواد ده موري واكازاوا وكمان اوكتاجو هم الثلاثه هيتكلوا على الله يموتوا. يا حلاوه ده شكلها هتولع الدنيا بقى. في نفس الوقت كان الكلب فيودو قاعد في الخندق بتاعه بيشرب قهوته ومستمتع باللي بيحصل فيهم بكل رواقه. جايب مساعد ليه يدعى ايفان بيعرفوا كل الاخبار وبيبلغوا بيها، ومستنى اي اشاره منه بس علشان يتدخل ويهجم عليهم. كم انتم خبثاء والله. ايتوشي واوكتاجو هم كمان بيلحقوا المجرم ده بكل سرعتهم، ولكن الواد مش سهل زي ما انت فاكر. عمال يهجم عليهم كل شويه والعيال مش عارفين يلحقوا باي طريقه. ده كمان بيقلب العربيه بتاعتهم وخلاص مش هيشوفوه تاني. ولكن على مين؟ ده احنا معانا ايتوشي التنين. على طول بيفعل قوه النمر بتاعته وبياخد اوكتاجو على ظهره وبيطيروا عليه بسرعه جدا. الواد بيرمي عليهم قنابل وبيحاول يهجم عليهم بكل حاجه، ولكن اوكتاجو بيصدها. كل مدى ما بيقربوا منه المسافه بينهم بتقل وخلاص قربوا يمسكوه. بيطيروا عليه وكانوا خلاص هيوصلوا له، وهوبا البوكس التمام طيرهم. ايوه ايفان وصل بقدرته الفتاكه وهيخلص عليكم دلوقتي. قدره التحول الصخري. المجرم بيقول له اعتقد كده مهمتي خلصت، اطير انا بقى، وسابهم وهرب من المكان بسرعه. يا حلاوه ده شكلهم هيولعوا الدنيا بقى. في نفس الوقت ده كان ده زيه كل من رجاله المنظمه والمافيا بيراقبوا المكان من بره، وبرضه فيودو ما كانش راحمهم وعمال يحط لهم في فخاخه اوسخ من الثانيه. العيال مش عارفين يعملوا معاه اي حاجه، وحرفيا فيودو جالدهم. ايفان هو كمان اتحول لوحش صخري عملاق وقال لهم سمعت انكم اقوى 2 في المدينه وصوركم بتنزل في الجرايد، تعالوا لي. لسه يتحركوا هوبا بوكس نزل عليه يتشي كسره. الواد فعلا مش قادر، بيحمل على نفسه وبيقوم تاني. بيقول له مش هستسلم وهموت هنا قدام جبان زيك. بيقول له اوكتاجو العبني يا صاحبي. اوكتاجو فعلا بيفهم قصده بيقول له تمام. بداوا في هجومهم سوا. ايتشي بيتقدم ناحيه ايفان وعاوز يصيبه. الواد هو كمان بيحاول يضرب عليه، ولكن اوكتاجو بيصد كل ضرباته وما بيخليش اي حاجه توصل له. ده كمان بينشر انصاله في كل مكان، وايتشي بيستخدمها وبيطير عليها بكل سرعته. حرفيا ايفان ما عادش شايفه، فعلا بيترعب وحس انها خلاص نهايته. ايتشي هو كمان بيحاول يصيبه من ظهره، ولكن بيلاقي صخره طيرته بعيد عنه. ايفان وقتها بيضحك باستهزاء عليهم ومفكر ان محدش هيعرف يوصل له، ولكن هوبا الضربه الحقيقيه بتخرم صدره. خلاص قضوا عليه وبيقع على الارض قدامهم. العيال فرحانين ومفكرين انهم خلاص كسبوا وخلصوا منه، ولكن فجاه ايتوشي بياخد بوكس بيطيره من قدامه. بيفوق بيلاقي نفسه اتعور وقدره الفيروس بتتفعل من عليه. اللي كانوا خايفين منه حصل. كانوا من البدايه بيحاربوا في دوميا، وايفان بيظهر لهم بجسمه الحقيقي بيقول لهم عاش عليكم، قدرتوا تسدوا مع اللعبه دي شويه، هاتوا اخركم يلا. ايتوشي كان لسه هيهجم عليه فبياخد بوكس بيرجعه تاني. ده كمان بيستغل انهم واقفين جنب بعض وبيسيح الارض من تحتهم. العيال بتتثبت في مكانها وما عادوش عارفين يتحركوا. ايفان بيستهزأ بيهم وبيقول لهم لو عاوز اقتلكم انتوا في مكانكم كده مش هتاخدوا معايا دقيقه، ولكن انا هسيبكم تتعذبوا شويه قبل ما تموتوا. وبعدين بيسيبهم وبيكون ماشي. اوكتاجو وقتها بيبص لايتشو بيقول له انا راهن عليك بكل قوتي. على طول بيحاوطه بالقدره بتاعته وبيقول له اياك تخسر المره دي يا بطل، يلا روح واقتله. ايفان وقتها بيحس باللي حصل وان ايتوشي اختفى من مكانه، وهوبا ايتوشي بيظهر من ورا ظهره. دمج قوه النمره مع قوه اوكتاجو خلاص مش هيرحمك نهائي. الواد بيجمع ضربته وبيهجم عليه بكل قوته، ولكن عند امك يلا ايتوشي بيكسر الصخر اللي حواليه بكل سهوله ولا بيتاثر. بيستخدم تقنيه جديده من قوته، بيعمل دوامه سرعه دورانها كبيره جدا. بيهجم عليه بكل قوته وحرفيا المكان كله اتدمر من قوه الضربه اللي اكلها له. ده كمان في نفس الوقت كان مجرم الفيروس خرج من نفق بالسلامه، ولكن بيتفاجئ باصحابنا مستنيينه، موري اكازاوا وكل رجالتهم مستنيينه بكل عصبيه. الواد اول ما بيشوفهم بيترعب، بيقول لهم سامحوني انا هوقف الفيروس حالا ودلوقتي، ابوس ايدكم محدش يعمل لي حاجه. بيقولوا له تمام، قول انا اسف 10 مرات يلا واحنا هنسامحك، انت لسه هتتكلم، ابلع احلى بوكس مزدوج بيخلص عليه. قوه الفيروس وقتها بتتفك من على الكل، واوكتاجو وايتشي بيروحوا للمكان اللي فيودو مستخبي فيه، ولكن للاسف خلاص بيكون هرب منهم. سابهم وهرب من المكان وقاعد رايق فايق بكوبايه القهوه ومحدش قده. بيسيب المكان وبيكون خارج بره، ولكن بيتفاجئ بده زي بينده عليه. الواد اتصدم اول ما شافه، انت مصدوم كده ليه؟ باين القهوه كانت سخنه عليك صح؟ الف سلامه يا استاذ فيودو. واللي حصل انه استعان بفرانسيس بقدره الكاميرات الجديده وقدر يحدد مكانه بكل سهوله. كم انت رائع يا دازاي والله. الشرطه وقتها بتيجي وبياخدوه، واخيرا خلصوا من خطر الخنزير فيودو، واخيرا كل حاجه رجعت لمجاريها من تاني. المنظمه والمافيا بيتعاونوا وبيعملوا احتفال
احتفال كبير والكل كان في قمة السعادة. كل الأعضاء هم كمان بيروحوا يقابلوا أكازاوا وكانوا فرحانين جدا وفي قمة السعادة بأنه رجع لهم بالسلامة. الزعيم أكازاوا هو كمان بيشكرهم على وقوفهم جنبه وبيقول لهم أنا ممتن جدا علشان في ناس زيكم في حياتي، أتمنى تفضلوا معايا دايما. وجمال جمال والله. ومن هنا انتهى الجزء بتاعنا. فلو انت عاوز بقى تكملة حكاية ايتو شيف فما تنساش تكتب لي في التعليقات. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في أمان الله.